صباحكم فل. في رحلتي للبحث عن الذات بحاول أفهم النفس البشرية بتشتغل إزاي، والناس على اختلاف طباعهم وشخصياتهم وثقافاتهم بيفكروا إزاي، وهل بيفكروا زي بعض. أنا في الغابة يا جماعة بستكشف، بس على الله يا رب ما توهش. المهم بيفكروا ازاي وبيحللوا في دماغهم الافكار ازاي، وبالتالي عشان اشتغل من توغن لازم افهمهم عشان افهم ازاي اعالجهم او اطلع المستخبي جواهم. Guten Morgen. ثم وانا بدور بستكشف، طبعا في اختلافات بين العرب والاوروبيين، فبحاول افهم الاوروبيين بيفكروا ازاي، او يعني بيحللوا المعلومات في دماغهم ازاي، وبفهم برضو العرب بيفكروا ازاي عشان نفهم الفروقات، واشوف ليه احنا دايما بعاد عن بعض او بنفكر باختلاف في طريقة التفكير. الله، بصوا يا جماعة، تحفة ها، تحفة. كل ده من ربنا. اكتر النقط بقى اللي وصلتني تعب النفس البشرية هو ايه، وصدقوني لو حللتوا هتلاقوه زي ما بقول لكم، النفس البشرية محتاجة لقوة اعظم تحميها وتديها امل وتديها طاقة. القوة العظمى دي عندنا هي الله، وبالتالي احنا مش خايفين، احنا ما بنخافش من المستقبل ولا خايفين من اللي جاي، وعارفين اللي يعمل كويس هيروح فين. المشكلة ان انت ما يكونش عندك اله، او ما يكونش عندك قوة عظمى، خلينا نقولها قوة عظمى، لان في بوذيين وفي مش عارف ايه وفي حاجات كده كلها سيخ، لو عندهم القوة العظمى فهم مرتاحين. عشان كده اختلقوا اديان وضعية ارضية، لان هم مش عاجبهم اللي جاي من فوق، او مش مقتنعين بان في حاجة هتيجي من فوق، او صاروا على الاديان، فقالوا لا احنا نحط بقى الدين اللي احنا عايزينه، نحط بقى واحد فيلسوف يقعد يقول لنا شوية حكم ونمشي وراه. طب يا ولاد الحلوين، لما انتوا عايزين حد يقول لكم حكم ما تروحوا للاديان الثلاثة، بلاش دين واحد، في اديان ثلاثة. وطبعا انا ضد موضوع الابراهيمية والحاجات الفشنكوخ دي اللي هم بيعملوها عشان يشوهوا الاديان وعشان يخرجوا الاديان من الارض، زي ما عملوا في الكنيسة من مئات السنين وصاروا عليها وبقوا بروتستانت. اوعوا اوعوا حد يدخلكوا في الدوائر المقفولة اللي بتطلعكوا عن ملتكوا. اوعوا، لو فقدتوا هويتكم اللي انا بقوله بركز عليه، انتوا اللي ضايعين مش حد تاني. انت اللي محتاج لربك، مش ربك اللي محتاج لك. انت لو دخلت جهنم ربنا مش هيفرق معاه، ربنا مش هيتوجع، انت اللي هتتوجع، انت اللي هتتألم، انت اللي مش هتخرج من النار. ها ان انا اقعد اخوف الناس من الدين لان الدين بعبع، عمر الدين ما كان بعبع. الدين جاي عشان يهذب العلاقات مع البني ادمين على الارض، يهذب العلاقات مع الاسره، يهذب العلاقات مع المجتمع، يهذب العلاقات مع الاله.
يخليك ملتزم بالتعليمات، وبالتالي تبقى ملتزم في شغلك في تعليماته، ملتزم في حياتك بتعليمات اللي ربنا قال عليها، انك ما تخونش وما تروحش تعط وما تروحش تعمل غلط وما تشربش وما تعملش. كل ده لمصلحتك انت. اوعوا تفتكروا انه في رب بيديك حاجة وحشة. بصوا البيت الجميل ده بقى، ده بيت بتاع حد كان ساكن فيه من زمان، من مئات السنين، ودلوقتي مزار ممكن الواحد يخش يزوره ويدفع تذكرة ويتفرج على البيت. عندنا في مصر بقى بيوت وحاجات ومزارات بالهبل، لو تترمم صح وتتعمل مزارات سياحية وتتعمل لها دعاية صحيحة في البلاد الغربية، صدقوني مصر دي هتبقى في حتة تانية. مصر بتلتين آثار العالم، وده أنا درسته في الماجستير بتاعي الإعلان السياحي، تلتين آثار العالم بس في مصر. فما بالكم يعني اللي عنده شوية غابات فرحان، واحنا عندنا آثار مش موجودة في العالم، وعندنا حضارة مش 10,000 سنة، لا أكتر بكتير. عندنا نيل، عندنا أسوان والأقصر، سيبكوا عندنا البحر الأحمر والبحر الأبيض، الجو اللي مفيش زيه في العالم اللي الناس كلها بتيجي مخصوص عشانه. التسويق السياحي أهم شيء في العملية، الأمان، المعاملة اللطيفة للسياح، محدش يقعد كل شوية يقول لهم هات هات هات. هتبقى مصر في حتة تانية. وصباحكم فل، رشا أمين من ألمانيا.